بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شوية رق يا جماعة، والله شبه الفطيرة وطعمها شبه الفطيرة من كتر حلاوتها، ومورقة زي ما انتم شايفين ولونها تحفة. وكل ده عاملينه على النار من فوق، يعني مش في الفرن كمان، مش تاخد في تسويتها بالظبط 3 دقايق وانت واقفة جنبها. هقولك كل التريكات اللي تنقلها لك في حتة تانية وتخليها لك مميزة بشكل لا تتخيلي. حطي لي لايك واشتركي في القناة لو كنت لسه ما اشتركتيش. معايا كده طاسة على النار، وحطيت فيها شوية من السمنة ونزلت بيها باللحمة بتاعتي وابتديت افرفطها من بعضها. اول ما اتفرفطت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده وبقت مخرزه، نزلت عليها بشويه من الفلفل الالوان. طب ما عنديش فلفل الوان، فلفل اخضر مش هقولك حاجه خالص يعني، برضو هيفي بالغرض وهيخليها لك زي الفل. انزلي عليها بشويه من الفلفل الاخضر العادي. بعد كده نزلت ببصلتين عشان انا عايزه الكميه تتضاعف بتاعه اللحمه، عشان هعمل صينيتين. كل سنه وانتوا طيبين بقى عشان ايه العيد وكده. نزلت عليها بفلفل اسود وكزبره ناعمه وشويه ملح، وقلبتهم كويس. وبعدين نزلت عليهم بنص كوبايه من الميه. مهم قوي نص كوبايه من الميه عشان تخليها لك جوسي كده وما تبقاش ناشفه، فتديكي طعم حلو قوي قوي يعني. مسكت بقى سبتها كده على النار هاديه كده مع نفسها اللحمه. وبعد كده معايا الشوربه ضاني يا جماعه، حاجه كده من الاخر. ونزلت عليها بكوبايه من اللبن، ونزلت عليها بمكعبين من مرقه الدجاج وشويه سمنه بلدي. يا سلام على الجمال. انا ما عنديش سمنه بلدي، انا بقول لك هتنزلي عليها بسمنه بلدي. طب لو انا ما عنديش، اتصرفي زي ما نوجه اتصرفي، تحطي عليها حته زبده. طب ما فيش، حطي عليها شويه من السمنه، مش هيقول لك حاجه خالص وهيطلع معاكي في منتهى الجمال. بس السمنه البلدي بحس انها خفيفه كده وجميله. الشوربه سخنه يا جماعه، حطيت عليها طبعا شويه من الفلفل الاسود، والشوربه سخنه. انا مش عايزاها تبقى بارده عشان تخلي الرقاق ده معضم شويه. يعني انا ما جبتش رقاق من الطري اللي هو اللي بيبقى رقيق شويه، لا انا للاسف ما كنتش لاقيه وجبت في الاخر فجبته معضم شويه. فمحتاجه الشوربه بتاعتك تبقى طول الوقت على النار، على نار هاديه كده، وانت عماله تسقسقي كده الرقاق بتاعك. حطيتها بقى على صينيه لحد ما نشف. يعني نشف ازاي؟ يعني امسك ايدي كده الاقيه شارب الشوربه بتاعته، علشان ما يلزقش منك في الصينيه. الصينيه دي اهم حاجه عشان ما يلزقش منك، لازم ما يبقاش فيها نقطه ميه. يعني تحطيها على النار كده دقيقه واحده لحد ما تنشف منها كل الميه. وبعد كده ادهنيها بدهنه زبده تكون سخيه جدا او سمنه عادي جدا. بصي انا حطيت اول واحده وبعدين حطيت تاني واحده وحطيت شويه زبده او سمنه. بعد كده بحط تحت 4 زي ما انت شايفه. ما حطيتش اي سمنه على دي ولا على دي لان هنحط فيها اللحمه. تمام كده. بعد كده برضو هسقسقهم واسيبهم، اللي هي الرقاق هسيبه على جنب كده في الصينيه زي ما انتوا شفتوا الصينيه اللي هي الستانلس دي، ينشفوا لحد ما اتاكد انه ما بقاش فيهم ميه. واحط الاتنين وبعد كده اسقسقهم بشويه زبده واروح احط بعديهم ايه الرابعه، يعني الاربعه التانيين. سيبيهم شويه حوالي ربع ساعه كده من غير ما تسويهم ولا تعملي فيهم اي حاجه، هيطروا معاكي جدا على نار هاديه جدا جدا. تحطي كده في النص الاول وبعد كده تجيبيها على الجنب بقى. الصينيه بتاعتك تبقى على الجنب زي ما انت شايفه كده. ما بتاخدش ثواني، عدي 1 2 كده 10 بسرعه، 1 2 3 10. قلبي 1 2 3 10، قلبي لحد ما تتحمر معاكي خالص. هتعرفي منين؟ بطرف السكينه كده ارفعي هتلاقي من تحت اتحمر، بيبقى معاكي بمنتهى السهوله. قلبتها بقى كده في اي حاجه عندي عشان اديها اجيب الوش التاني. الوش التاني حطيت له شويه سمنه وبعد كده قلبتها تاني في الصينيه. وبعد كده سويتها بنفس الطريقه اللي انا قلت لكم عليها، وادي النتيجه. والله يا جماعه، ولا الفطير ده مش ما ينفعش يتقال عليه ان هو رقاق، ده فطير مورق جدا من بره مقرمش. شايفين اللون فوق واللون من تحت نفس اللون، ويمكن من تحت احلى كمان. حاجه كده تحفه جدا ومديه شكل الفطيره، مورقه جدا، طعمه خطير خطير. لو انتم موجودين معايا لحد دلوقتي ما تنسوش تحطوا لي اللايك وتشتركوا في القناه لو كنتم لسه ما اشتركتوش. انا برشحه لكم بقوه ان انتم تعملوه بالطريقه دي. اللبن والسمنه اللي بنحطها معايا في الشوربه بتفرق جدا. الشوربه يا جماعه زي ما قلت لكم خليها على النار، على نار هاديه معظم الوقت وانتي بتعملي وانتي بتطري الرقه بتاعتك، وتحطيها على جنب. وتسيبيها كده لحد ما تشرب الميه بتاعتك. الحاجات دي مهمه جدا عشان ما تلزقش معاكي وترجعي تدعي عليا. تمام. شايفين الجمال؟ بس كده، بتمنى ان هو يعجبكم وان انتم تجربوه. والسلام عليكم ورحمه